لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكرا حلو القنفذ، شكرا حلو القنفذ، شكرا حلو القنفذ، شكرا القنفذ الحلو. تكلم تكلم. شكرا علي، شكرا علي. هل تؤمن بأن الله هو واجب وجود؟ صديقي، عندما تكون مسلم، أهلا أهلا فيصل عمي وعم عيالي، جزء من إيماننا بأن الله هو فوق كل شيء. وأنا في الكتاب الخاص بي، شكرا علي، في الكتاب الخاص بي عندي فصل، هذا الفصل اسمه الضرورة الإلهية. فلن يكون لقيمتنا كأفراد أي نوع من القيمة إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى موجود. في عالم بدون إله كل ما يوجد هو العبثية، كل ما يوجد هو العدمية. في عالم بدون إله نحن كبشر عبارة عن حيوانات ناطقة فقط، مخلوقات بدون أي قيمة، مخلوقات بدون أي امتياز. فحياتنا هذا أتحدث معه ومركز معه. أنا معك، اسمعوا. ركز على عملك، ركز على عملك. أكملت، أغلق الباب. يلا كمل تحكي. شكرا علي، شكرا. نعم، عندما تقول بأن الله سبحانه وتعالى واجب وجود ولا يحده شيء، فكيف تقول أن هنالك اسم يحده؟ الله ليس محدود. فعلا تذكرت. هل في عقيدتك تقول بأن الله لديه طوله 60 ذراع أو ما شابه ذلك، أم هذا مجرد كلام فارغ يطلقوه عليكم؟ إذا أردت أن أبدأ بالضرب في عقيدتك فسأستطيع أن أبدأ بالضرب، ولكن الاحترام الذي يجب أن يكون بيننا هو أن لا أخطئ على عقيدتك، وأن لا أخطئ على الشيء الذي تؤمن به، وأن لا تبدأ بالخطأ. أما من بيته بالزجاج فلا يرمي الآخرين بالحجار. فاحترم عقائد الآخرين واجعل موضوع النقاش نقاش فلسفي، نقاش عقلي، أو سترى ما لا يعجبك وستنعتني عندنا أني طائفي. لا تتعصب. لماذا أنت متعصب؟ النقاش ليس هكذا. اسمعني، نقاش العقائد هو نقاش لرجال الدين، رجل دين يناقشه مع رجل دين، ناس عندها الكفاءة الدينية وعندها البحث العلمي. أنا لست بكفؤ لكي أناقش العقائد. ليست عندي. لربما أقتنع أنا سألتك لربما أقتنع بما تعتقد. قلت لك هل تقول بأن إلهك طوله 60 ذراع أم لا؟ أم هذه مجرد كلام يقولونه عليكم؟ هل تفهم الأساس النقاش الذي أستطيع أن أناقشك فيه أم لا تفهم؟ ما هو النقاش الذي تناقشه؟ أنا أناقشك في وجود الإله، هذا ما أناقشك فيه. شيء آخر لن أستطيع نقاشك لأنه أنا يا رجل خبرتي الدينية صفر، رحم الله عبدا عرف موضع قدره، فمن أنا لأتناقش في الأمور الدينية؟ أوكي، ماكو مشكلة. شنو الإله اللي تعتقد به أنت؟ شنو الإله اللي موجود اللي أنت مؤمن به؟ عرفني عليه. إله محمد، رب محمد وإله كل العالمين، الإله الوحيد الموجود، الإله الوحيد الذي يتم توحيده من بين كل الديانات الموجودة الآن في العالم، لأن كل الديانات الموجودة هي ديانات لا يوجد فيها توحيد، فديني حاليا هو الوحيد في العالم الذي فيه توحيد. هذا هو الإله. أنا أعرف إلهي عبر القرآن. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الإله الذي أعبده. كل العلم، كل ليس كمثله شيء. جميل. الآن جيد، دعنا ننتقل إلى المرحلة الثانية. سمعتك الآن تقول تذكر سورة قرآنية تقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآن أنت تقول بأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون، عليكم السلام، عندما خلق الكون كان علة تامة لقضائه، لم يتدخل أحد معه وخلق الكون، صح؟
الله نعم. وحده خلق الكون. نعم. جميل. ما هي العلة التامة؟ عرف العلة التامة. هذه المصطلحات أنا لا أعرفها، استعمل معي مصطلحات أنا أعرفها. جميل، سأعرفها أنا. العلة التامة هي التي إذا وجدت وجد المعلول بالضرورة ولا يمكن أن تتخلف عنه، بمعنى إننا موجودون لأن هنالك إله. مضبوط، هذا الكلام الصحيح عندما تقول بأن الله سبحانه وتعالى هو علة تامة لوجود العالم. إذن عندما تستطيع أن تقول أن الإله ضروري الوجود، لما تستعمل هذه المصطلحات؟ أنا هذه المصطلحات هناك من يشاهدنا، بسط لا داعي. نحن هنا لسنا لاستعراض عضلاتنا، نحن هنا نناقش لكي نوصل أفكار. تعبر أنت عن فكرتك وأعبر أنا عن فكرتي. بسط بلغة بسيطة وسهلة. هذه أتفه مصطلحات ممكن تسمعها من أي طالب حوزة شيعي. الآن بما أننا قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو علة تامة لوجود العالم، فنحن موجودون لأن الله موجود واجب وجود. إذن لماذا لا تقول بقضاء الاستمرارية عندما عرفت عليك قاعدة الاستمرارية؟ ما هو هذا المبدأ. قضاء الاستمرارية يعتمد على هذه الفكرة، إننا موجودون لأن هنالك إله، فعلينا أن نستمر لأن هنالك إله. لماذا تنقض هذه الفكرة؟ والله يا سيف مغالطة. أنت لا تحتاج من يناقشك، أنت تحتاج من يصفعك. وأكون مغالطة الانتصار الوهمي، يقوم بعمل مغالطة الانتصار الوهمي. أعتذر عن التعليق. عدنا. تعليق بسيط وذهب. يو ترونني جيدا؟ هل ترونني؟ أين هو نكمل معه؟ لا أعتذر، كان عندي تعليق. لماذا قبل قليل كنت تقول أنت تحتاج من يصفعك؟ لأنك تربط موضوع بموضوع وتقفز من موضوع لموضوع. أنت صار اسمعني، أفكارك آخر مرة هذه فكرة قضاء الاستمرارية فقط إذا كنت حمار ستعيد مناقشتها معي. أظهرت لك بأنها فكرة غبية وبينت لك أنها واحدة من أسوأ الأفكار التي يمكن أن يطرحها عقل بشري. فسأهين نفسي لو أعدت نقاش فكرة قد شرحتها أصلا وقد بينت لك غلطها أصلا. أتحداك أمام الملأ أن تبين لي نقطة واحدة خطأ في قاعدة الاستمرارية أنت وأي بشري موجود في هذه الأرض. والله فندت نظريتك. آخر أنت 20 ساعة شرحتها. أظهرت لك أن فكرة قضاء الاستمرارية هي فكرة غبية. لو أنك تغوطت أو ضربت خير من أن تأتي بفكرة مثل هذه. عيب أن تتجاوز وأنت في هذا المستوى. والله لا أتجاوز، ولكن الفكرة غبية. هل أسلك لك؟
هل أسلك لي شيء غبي مليء بالتناقضات؟ هل أسلك لي شيء عندما أبرزت لك تناقضاتي سرقت كلامي ونسبت؟ لم نرى نقضا لحد الآن، فنستطيع أن نقول أنك ارتكبت مغالطة الرنجة الحمراء عندما قمت بالعبث معي في هذه الطريقة وهربت من الموضوع الأساسي. تستطيع ما هو أن تعيد النقد شرح الذي تستطيع أن تقدم؟ تستطيع أن تعيد شرح فكرتك وأعيد نقدها أمام الملأ، ولكن بشرط تجيبني على كل نقطة من النقاط التي سأنتقد فكرتك فيها، ولا تعيد فتح النقاش معي. نعم. حسنا، أصبر، تعال وضح فكرتك وأنا أيضا سأوضح نقاطي ولا مشكلة لدي. يعني ما. شكرا علي، شكرا. اترك شات. سأنتظر من شات جي بي تي أن يجيبني على أفكارك. أتمنى أن تريني يديك. استخدم شات جي بي تي، ليس هنالك مانع. أيضا سأنتصر على شات جي بي تي. يا مؤمن، لهذه الدرجة تعتقد نفسك مميز؟ الجأ لشات جي بي تي لأهزم أفكارك. أفكارك طفل في الحضانة لدينا يأتي بأفضل منها. بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى شات جي بي تي لا يستطيع أن ينتقد البديهيات والضروريات. أعدك أمام كل من يشاهدنا سأنكح فكرتك. تمام. هل سبق وسمعت بناكح الأفكار؟ هذا لقب من ألقابي الجديدة. هلم إلي بفكرتك تلك، سأدمر كل ما بنيته من فلسفة وفكر نرجسية وعنجهية. تعال. أوكي. قبل أن نبدأ الكلام أتمنى أن نضع قاعدة منهجية معرفية نحاور بها، نستدل بها، تكون مصدر للحوار، إلا وهي ما هو دارج ومتفق عليه، علم المنطق. لا تقيدني بالمنطق، لا تقيدني بالمنطق. وضح فكرتك، سأضع انتقاداتي، أجب على انتقاداتي. أنت الآن تريد أن تقيدني، أنت تريد أن تدخلني لملعبك وأن ألعب فيه. العب معي بقواعد عامة. إذا ارتكبت مغالطة منطقية أخبرني، ارتكبت مغالطة، لكن لا تقيدني من بداية الحوار بالمنطق. يعني أنت لا تريد منطق، لا تريد بديهيات، لا تريد ضروريات، لا تعرف مصادر المعرفة. بما نناقش يا أبو بوي. لا تقيدني في النقاش، وضح فكرتك أنتقدها. إذا قلت شيء غير منطقي أجيب عليه. أوكي. ما بك. تمام. الآن دعنا نعلم يا فاروق، ما هي مصادر المعرفة بالنسبة لفاروق المغربي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلنا ننتقد فلسفتك وفكرتك، لا تقفز لي من موضوع لموضوع. أنا لست الموضوع، المهم هو فكرتك وفلسفتك. بماذا سوف تنتقد فكرتي إذا لا تهمك؟ هل أنت غبي؟ وحاشا أن تكون غبي. طرقي. ارحب محور الكون، ارحب محور الكون. أهلا محور الكون، أهلا محور الكون، أهلا برؤوس الأموال. اسمعني لكي نتناقش محور الكون وقلوبنا. الموضوع ليس أنا، الموضوع هو فكرتك وفلسفتك. هذا هو النقاش، لا تجعلني أنا محور النقاش. النقاش هو فكرة قضاء الاستمرارية. وضح لنا الفكرة، اشرحها لنا، وأنا وعدتك بأن أعطيك انتقادات له. ماذا تريد؟ هذا الانتقاد يكون على أي وفق؟ هل لي أن أعلم؟ أترجاك أن أعلم لكي أناقشك بالطريقة التي تنتقد بها. هل هو نقد سفسطائي؟ هل هو نقد عبثي؟ هل هو نقد بناء؟ ما هو؟ زعيم. ارحب الزعيم، ارحب القائد محور الكون. الله يرفع قدرك يا أخي، والله أغرقتنا بكرمك. بزونة الماء. أنا أتكلم. وعندما أتى زبناؤك للمحل هل أعطيتني وقت؟ أوكي تمام، أكمل. الله يرفع قدرك محور الكون يا أخي، الله يغرقك في الكرم كما أغرقتنا. الذي اسمع،
وضح فكرتك، دعني أضع انتقاداتي، أعجبتك مرحبا، لم تعجبك كل منا يذهب في سبيله. الآن ما نفعله هو سوفسطائية، نضيع الوقت ونضيع الكلام بدون أن سرع يا أخي، الناس ينتظرون. تمام. قاعدة الاستمرارية تقول، مبدئيا أنا وضعت هذه القاعدة، أنا فكرت بها والآن أطرحها للكل. كل شخص يرى نقد، يرى فكرة، يرى شيء خطأ في هذه القاعدة، أتمنى أن ينبهني لعلني أصحح ذلك، لأنني مخطط في إنشاء كتاب أخلاقي يخص هذه القاعدة. القاعدة تقول، القاعدة تقول كل ما يحقق الاستمرارية لمضي الإنسان أو لوجود الإنسان فهو أخلاقي، بشروط أن لا يكون عبثي، والبقاء في الوسط الذهبي. يعني مثلا الوسط الذهبي هو عدم الإفراط والتفريط في أي موضع. وضح أكثر. كلام صعب. غوص في الفكرة أكثر، غوص في الفكرة ووضحها أكثر. يعني مثلا عندما نأكل الغداء عليك أن تقوم من الطاولة قبل أن تنتخم، عليك أن تبقى جائع لكي تحافظ على صحة سليمة، لكي تحافظ على جسم مثالي. هذا هو الوسط الذهبي. عندما تحب زوجتك لا تفرط في ذلك لأنها قد تمل منك. حسنا، الفكرة كل ما يضمن استمرارية وجود الإنسان هو شيء أخلاقي، صحيح؟ نعم، ولكن وفق قواعد. حسنا، أعطيك انتقاد من الانتقادات. نعم تفضل. لكي لا تقول لي شات جي بي تي أو أصبر. لا يوجد شات جي بي تي، أنا فقط أدون النقاط التي سأجيبك بها. لا شات جي بي تي هنا، هذا فقط وورد أكتب عليه. أوكي، أنا لدي وقت. حسنا، الفكرة التي قلتها أول من انتقدها أرثر شوبنهاور. أنت ببساطة إنسان يتكلم عن إرادة الحياة، برمجية تجعلنا نتزوج، نقع في الحب، ننجب أبناء ويستمر وجودنا. ففكرتك انتقدها ودمرها وشرشحها أرثر شوبنهاور. هذا هو الانتقاد الأول. هناك فيلسوف فلسفته قال يا أخي أتحدث وأعطيك انتقاد وبعدها نتكلم. دعنا نناقش النقطة الأولى. ماذا قال شوبنهاور نقدا على هذه القاعدة؟ قال أن هذا الوجود هو وجود بدون قيمة، لأننا خاضعون لقضاء الاستمرارية أو إرادة الحياة هذه، ولا يوجد لدينا أي سيطرة أو حرية في هذا الوجود. لا نعيش وفق قواعدنا، بل وفق قواعد البرنامج الذي تسميه أنت قضاء الاستمرارية، وشوبنهاور يسميه إرادة الحياة. فهو وجود خالي من القيمة، لأنك موجود فقط لكي يستمر الوجود، ولست موجود لأن عندك قيمة في ذاتك. هل أجيب؟ أجب. عندي نقاط أخرى، وإذا تريد أوضح كل نقاطي بعد تجيب نقطة بنقطة مرحبا. نجيب على نقطة نقطة. نعم، مبدئيا حتى لو كان فعلا شوبنهاور قال أن الوجود هو بدون قيمة، ويقول إننا موجودون بدون حرية، فهذا ليس صحيح. شوبنهاور ليس ذو حكمة مطلقة لكي نأخذ بما يقول. نحن لدينا بديهيات تقول إننا موجودون ولدينا حرية الاختيار. بالدليل فاروق عندما يريد أن يقضي حاجته لا يقضيها على البث،
هو مسير، لديه غريزة مسير عليها، ولكنه مخير في طريقة قضاء هذه الغريزة. مخير، يستطيع أن يقضيها في الحمام، أو يقضيها في المطبخ، أو يقضيها أمام اللايف. هو مخير، يستطيع أن يفعل ما يشاء. فكيف لا نمتلك حرية الاختيار؟ شوبنهاور تغوط على عقله في هذه الفكرة. بعدين قيمة الوجود هو قيمة جوهرية، قيمته جوهرية لا عرضية، قيمته جوهرية لا حرية، لا عرضية، العفو. عندما تقول بأننا هل لدينا قيمة في هذا الوجود، إذا تكلمنا بمعنى أعم فنعم لدينا قيمة. أما إذا تتكلم على نفسك أنت كفرد، كهوموسيبينس، كواحد، فبالنسبة لي قد تكون ليس لك قيمة. حسنا، هل أتحدث وأجيب؟ قضاء الاستمرارية هو نظام يضمن بأن البشرية تبقى مستمرة، فما نحن إلا وسيلة لأجل هذا الاستمرار. فحسب النظام وحسب الفكرة الخاصة بك، أين القيمة في أن أكون مجرد شخص آخر سوف يضمن فقط استمرار نسلي؟ لست مميز بحد ذاتي، بل مجرد مسنن في منظومة تسمى الإنسانية. بينما دينيا الله عز وجل يقول قد كرمنا بني آدم، داخل كل واحد منا روح طاهرة، نحن نعتبر المختارين من بين كل المخلوقات على هذا الكوكب. فأنت جعلت قيمة الوجود في أن نستمر فقط، فلا أراه شخصيا شيء جيد. أيضا كل ما يضمن وجود استمرارية الإنسان هو شيء أخلاقي، فكرة غبية، ووضحت لك سابقا مدى غبائها عبر الحديث عن مثال الحرب، كيف أن الحرب تقضي على الإنسان، لكنها تساهم أيضا في التطور التكنولوجي، لكنها تساهم أيضا في أن نتطور كجنس وتحسن مستوى الحياة. فبعد كل حرب تأتي فترة يا أخي ماذا أقرأ؟ ماذا أقرأ؟ أين ما قرأته؟ لم أقل بأنك تقرأ، قلت بأنك ارتكبت مغالطة منطقية تسمى الغوغائية الكلامية، لأنك غيرت مفردة تسمى قيمة الإنسان إلى أنك مميز بين الإنسان أو بين الكائنات الأخرى. صديقي، قيمة الإنسان أو جوهر الإنسان هو نعم، هو مميز. أما بالعرض عندما تتكلم ما المميز؟ من قال بأنك مميز؟ أنت كسائر البشر البقية، أنت كسائر الكائنات الحية، أنت عبارة عن تفاعلات أنتجتها المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، لكي تستمر الحياة، لكي يستمر الوجود. اتفقنا قبل قليل أنا وأنت بأن الله سبحانه وتعالى هو علة تامة لوجود العالم، والعلة التامة هي التي إذا وجدت وجب المعلول بالضرورة. شنو يعني هذا الكلام؟ نحن موجودون بطبع الله سبحانه وتعالى، موجودون من طبع الله سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نتوقف. واضح؟ توقفنا ينقض هذه الفكرة، توقفنا ينقض هذه الفكرة. صديقي أكمل الآن. لم تجيب. ما الذي سألته أنت؟ لم تجيب. جيد، دعنا نناقش قضية في قاعدة الاستمرارية. أعطيتك محورين لم تجيب على أي محور منهما. كيف أن فكرتك والشيء الذي تؤمن به يسلب من الإنسان القيمة، فبدأت تدور وتلف بدون أن تعطي جواب واضح بكلام رمادي ضبابي صعب الفهم، ولم تجيب على الشيء الثاني، أن الحرب مثلا يموت فيها البشر لكنها تضمن استمرارية النسل. أجيب الآن. صديقي، عندما تقول بأن الحرب لا تضمن الاستمرارية فهذا هراء. دعنا نقول على أي حرب من حروب الإسلام مثلا، أو معركة أحد مثلا. لماذا وقعت حروب؟ لماذا فعل النبي حروب مثلا؟
هل فعلها عبثا؟ لا نهائيا. فعلها لكي يحقق الاستمرارية. كيف يحقق الاستمرارية؟ في استمرار الدين، في استمرار النظام، في استمرار القانون، واضح صديقي؟ في استمرار الأخلاق. عندما لا يكون هنالك نظام وأخلاق نقطة فليس. نظام من فضلك. أنا سعيد لأنني غيرت فكرتك. أنا سعيد لأنني غيرت فكرتك. من كانوا معنا في آخر نقاش سيتذكرون فكر مغالطة وكيف غير مسجل. تفكيرك وما كنت تقوله سابقا هو نفس ما كنت أقوله أنا لك سابقا. فمن الجيد أنك إنسان يعني يستمع إلى النصائح، يستمع. سأعدك سآخذ بعض الوقت وأفكر في فكرة قضاء الاستمرارية وسأجلب لك نقاط جديدة وغير بها رأيك. بهذا أكون أنا من بنى لك فلسفتك. ولكن لا تنسى تضع في الكتاب أشكر أخي وصديقي فاروق المغربي لأنه بين لي نقاط الضعف في فكري. فطالما هكذا تتحسن وعادي خذ راحتك. أنت لم تدعني أتكلم في المرة السابقة، لهذا تظن بأنني غيرت فكرتي. واضح؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، لست متكلم. تكلمت أكثر مني آخر مرة. بالمناسبة أنا سعيد لأجلك. أنا سعيد لأجلك. صار وهم. لا والله يا سيف أنت تلميذي وتستلهم مني. لا فيها انتصار وهمي ولا هم يحزنون لأن تأخذ أفكاري وتتبناها بين بت وبت. فما هذا غير أن تكون تلميذ عندي. لا هذا ليس انتصار وهمي، هذا انتصار، هذا سحق، هذا سحقتك يا أخي. أهلا خالد، شكرا لقبعتك. هذا مو انتصار وهمي اللي جاي تسويه هسه؟ سحقتك محقتك؟ أنا ما أسحقك، أنا لم أسحقك. خطفت أفكاري وصرت تتبناها وتستعملها ضدي. هذا منين يطفى؟ منين أطفي هذا؟ صديقي أنت يا أخي كل شيء مسجل، كل شيء عندنا بالدليل. أنا لا أتكلم هكذا. أستطيع أن أجلب لك الفيديو السابق وأريك أن ما قلته الآن وما قلته أنا سابقا وكنت ضدي فيه. فماذا يسمى هذا؟ زرعت فيك الفكرة، جلست مع نفسك تتأمل وعرفت غلطك وأتيت. عادي الإنسان يتعلم من غلطه، الإنسان يتعلم من مشاكله، لا مشكلة. أنت تحلم كثير، ليس تكبرا مني، صدقني. أنا أتعلم من أي شخص، حتى الأصغر مني أنا أتعلم منه، ليس عيبا. ولكن من المخجل أن أتعلم شيئا من سفسطائي لا يفقه شيئا، لا في المنطق ولا في الفلسفة. والله لم تتعلم، ولا سرقت أفكاري، سرقت انتقاداتي لأفكارك. لم تتعلم أي شيء، أخذت أفكاري وتبنيتها. هناك فرق. التعلم تقول أعجبتني فكرتك وأقنعتني، لا هذا سرقة فكرية. كل ما انتقدتك به أخذته وسرقته وصرت تستعمله ضدي. هذه الفكرة أنا طرحتها منذ أكثر من 2 سنين، ولدي PDF وضعت ذلك بي. أين أنت بعد ذلك الوقت؟ عندي فيديو يا أخي، عندي فيديو أريك أن ما قلته الآن أنا ما قلته سابقا وكنت ضدي. وعندي فيديو فكرة قلتها بعد ب5 دقائق سرقتها. هذه ثاني مرة تسرق لي فكرة من أفكاري. لم تسرقني مرة، سرقتني مرتين. أنت لست سيف مغالطة لتنتج أفكار، أنت شخص يحاول أن يتصدى لأفكار الآخرين ويقرأ كتب ويطرح ما يسمعه ويقرأه. أنت لست مصدر للإلهام أصلا، أنت عبارة عن صدى لأفكار الآخرين. لا اسمعني سيف، اسمعني سيف. ما رأيك
أعطيني فقط عدة دقائق. الأصدقاء عندهم اللقطة وعندهم كل شيء مسجل، وأعود لك باللقطة وأنا أقول هذا الكلام وكنت ضده والآن أعدته، ولقطة أخرى سرقت منها كلام آخر. أنا لا أقول شيء بدون دليل. يا أخي اعترف أني أستاذك، اعترف بأنك تستلهم مني، اعترف بأنني فتحت عينك الثالثة ووسعت آفاقك. لماذا تريد أن أسب المهم سيف، يومك سعيد، يومك سعيد. بارك الله فيك. اتركوه يحترق، اتركوه يحترق. اتركوه الآن سيشتعل. أقسم لكم بالله العلي العظيم والذي أحل القسم أن كل أفكاره سرقها مني. آخر مرة شرحت فكرته، ما الذي فعل؟ كل تلك الانتقادات التي انتقدت فكرته أخذها وتبناها على أساس أنه هو صاحبه، فصار يستعملها وأدخلها في فكرته، والآن يريدني أن يجيبني بكلامي. يعني ما هذا؟ علمته الرماية فاشتد ساعده ورماني. ما احنا المهم استمتعنا، غيرنا جو. غيرنا معه جو. هو تلميذ جديد، أنا أول واحد سأعترف به تلميذ لي. لا يريد، أراد ينصب علي، فهمتم؟ لا والله لن تنصب علي. استعمل أفكاري ضدي. لا، هذه جديدة، هذه لا توجد. لكن في البداية حشرك، وعادي سهل تحشرني في البداية. المباراة 90 دقيقة، قد تسجل علي هدف في البداية مثلا 1-0 تتقدم عليه، لكن تأكد بالنهاية سأصفعك بحنكليسي، بالنهاية سأخوزقك. العبرة في النقاشات بالخواتيم. لما؟ لأن لن أعرف توجهك الفكري، لن أعرف كيف أناقشك، ستصدمني. ولكن تأكد، ما إن أفهم نمطك وأبدأ أحلل تفكيرك ستنزل عليك مطرقة العدالة. مطرقة العدالة لا ترحم أي أحد. روب ستارك في أي مرتبة تحطه، روب ستارك من أفضل الشخصيات ومن أغباها. قام بقرارات غبية، فلا يصلح لصراع العروش، لا يصلح للعبة العروش. هو قائد عسكري، ولكن لا يكون قائد أكثر من قائد عسكري. ملك لا يصلح له، ليس لديه خباثة الملوك، لكن كجنرال عسكري سأعتبره من أفضل الجنرالات، ربما أفضل قائد في عصره في ويستروس. لكن هل يصلح مثلا ليكون ملك؟ لا، ليست عنده الحنكة السياسية. وربما يمكن لأنه صغير في السن، فمع الوقت يتعلم. الجمهورية نظام جميل، أنا ضد الجمهوريات صديقي. الإمبراطورية لا شيء أفضل من النظام الإمبراطوري. إمبراطورية وتكون فيها أشبه بالفيدراليات، مقسمة إلى أجزاء، كل جزء يديره واحد، يكون ملك، وكل هؤلاء الملوك تحت الإمبراطور. هذا هو النظام الذي سأتمنى العالم يمشي به، أو مثلا قارة إفريقيا. أو لماذا بات الشكل هو المعيار الذي يحكم به الإنسان على قيمة الإنسان؟